البورتفوليو بالنسبة لي لأ، محتاج شغل لسه كتير. competitive advantage لازم يبقى في edge، لازم يبقى في differentiator واضح. I just think it needs a little bit more thought. هلو. أهلًا، Hello. أهلًا، إيه إيه Hi. الأخبار؟ أنا رنا أشرف، dentist, professional basketball player بلعب في نادي الجزيرة. I'm a founder of Kiss My Hair brand. It's a new startup. كنت حابة أجيلكوا فكرة بسيطة كده ومختلفة وتسد فجوة كده في الماركت المصري. هايل. طيب، حابة أقول الاسم يعني أنا يعني فكرت فيه إزاي. هو الفكرة إن أنا حابة إن الموضوع يكون كاتشي وأتراكتيف أكتر قبل ما هو يكون حاجة تريتمنت. فالسلوجن أنا اخترته stronger hair starts with a kiss، على أساس إن مثلا مولود جديد اتولد، الأب والأم أول حاجة بيعبروا بيها عشان يبنوا strong bonding kiss. صح. فالفكرة إن إحنا عايزة أبين إن إحنا لازم نحب شعرنا. أنا وأنا عندي 17 سنة كنت بواجه مشكلة كبيرة قوي في شعري، ما كنتش بحب شكل شعري خالص، وفي نفس الوقت ما كنتش بلاقي حاجة تساعدني. يعني لما كنت بسأل حد كان بيقول لي مثلا برودكت ممكن يكون هو نافع معايا بس مش نافع معايا أنا. فبدأت إن أنا يعني أدور على حل إن أنا يعني أحب بيها شعري. حاولت كتير قوي أغيره، ما حسيتش إن أنا مرتاحة. وانا كونسبت البراند بتاعي ان احنا ما ندورش على حاجه معينه، لا بالعكس احنا نعلم الناس ان لا، في تايبس كتير للهير، ان احنا ممكن نبص بطريقه ان احنا نعالج الشعر ونحب الشعر زي ما هو. فكرت اكومباين كل ده وان انا الانش انوفيتيف برودكتس، ان البراند تكون عباره عن الحاجات اللي ناقصه في الماركت المصري، زي ان انا اجيب اجيب الانجريدينتس بتاعه الانترناشونال براند الافكتيف واعمل براندنج في نفس الوقت. يعني اخد البراندنج والباكجينج يكون حلو وفي نفس الوقت يكون ان هو تريتمنت لاين. بحس ان التريتمنت لاينز دي بيكون شكلها يعني ادويه شويه، فكل الناس اللي هو ممكن في ناس معينه بتشوفها از علاج فما بتحبش تستخدمها. ده شكل البراند. انا فكرت الصراحه ان انا ابتدي من اول اكتر حاجه يعني معدوم حقها في مصر، السيرمز. في ناس بتفتكر ان السيرمز ده برودكت بيكمل الروتين. انا مش شايفه كده، انا شايفه ان في سيرمز تريتمنت. يعني ان انا فكرت اوت اوف دي بوكس شويه، ان احنا نعمل لاين اوف تريتمنت سيرم. اول واحد عندنا هو ماجيك تريبل جروث. انا فكرت ان الناس زهقت من الاويلز قوي، لسه هغسل شعري ولسه هحط ولسه شعري هيزيت، وفي ناس بتقول ان الزيوت بتغمق الشعر، ففي ناس مش بتحب تستخدمها. تاني برودكت في اللاين حاجه اوت اوف دي بوكس، فيتامين دي باور بوستنج. انا شايفه ان مصر كلها عندها فيتامين دي ديفيشنسي، فانا ما شفتش قبل كده حد بيعمل سيرم مخصص للفيتامين دي. انا بشوف ان الفيتامين دي بيبقى انجريدينتس في السيرم نفسه، بس مش بيبقى هو المين بوينت بتاع السيرم. ثالث برودكت عندنا هو الماجيك نايت سيرم. لايت ويت خالص، مش بيزيت الشعر. ميزته ان هو برضو لما بتصحي بتحسي ان انت شعرك مور شايني مور جلوي. دي الحاجه اللي احنا محتاجينها. حاسه ان دي الحاجه اللي احنا محتاجينها قوي عامه كبنات، ان احنا لما بنصحى من النوم لما شعرنا بيكون هادي مش هايش بيدي ريزلتس على طول. لما البنت تشوف افكتيف ريزلتس في ساعتها هي بتحس ان البرودكت ده خلاص هو بتاعها، هو ده حاجه اسينشال في حياتها ما تقدرش تستغنى عنها. برافو يا رنا، انت عامله يعني البرزنتيشن هايله وعامله البراند نيم حلو والايدنتيتي بتاعت البراند واضحه. البورتفوليو بالنسبه لي لا، محتاج شغل لسه كتير. ليه محتاج كتير؟ يعني في حاجات انت مختاره السيرم ومحدده ان هو تريتمنت، انت كان محتاجه ان انت تنوعي شويه في الحته ديت. معرفش انت شفتي مين كومبيتيتور عامل كده او حد عامل الحته ديت، بس الابزوربشن من الحاجات المهمه جدا. يعني اي حد يعمل سيرش وهيشوف فيتامين دي الابزوربشن بتاعه يتم، طب الاكتيف فورم بتاعته هتتحول ازاي؟ فطبعا دي حته هو الاول هيحصل له ابزوربشن ويبقى في السيركيوليشن وبعد كده يتحول لاكتيف فورم علشان يدي نتيجه. فدي طبعا حته محتاجه انك
يعني تدخلي فيها دي شويه وتعملي ريسيرش عنها. حته فيتامين دي محتاجه نراجعها، والبورتفوليو شكله يبقى عامل ازاي كمان سنتين 3، دي برضو نقطه من الحاجات اللي انت محتاجه تراجعها جدا. شكرا يا رنا. Hey Rana. Hi. I love the name of the brand. It's very cute و very shocking فعجبني قوي، وعجبني قوي اللون البينك. However لما قعدت اقرا كتير قوي عن الموضوع في PubMed و I've done my research وبعد كده اتكلمت مع دكاتره الجلديه كتير قوي في الموضوع ده we found it ان هو زي ما دكتور احمد قال هو why would I do it؟ ليه احط حاجه على my scalp علشان تخلي شعري يفرز دهون اكتر لما ممكن احط زيت good quality وخلاص. I don't want you to get into something that you will later on regret. بس I love the branding and the name and the colors. كل حاجة خطيرة قوي بس try to make the products more unique because it's very easy for you to start a brand but it's going to be very difficult for you to maintain it. فحاسة work on it أكتر من كده. بس name خطير definitely. روحي سجليه بسرعة واشتري اسم الويب سايت بسرعة علشان when you're ready يكون معاكي اسم الويب سايت ومعاكي الاسم بتوعك عشان محدش ياخده منك. ازيك يا رنا، عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ كله تمام. هم 17 سؤال برضه؟ خلصهم مع بعضينا طيب بصي، هو طبعا يعني زي ما يسرا هنا قالت هو الاسم خطير يعني، والاسم اكبر كتير من البرودكتس اللي انت حطاها تحته. يعني انا اول ما سمعت كيس ماي هير قلت هو ده مثلا هير برفيوم، هو ده هير ميست. الاسم والحدوته اللي يعني الستوري اللي ممكن تتبني عليه مش محتاجه بقى تدخلي بقى في RCP وده يعني انت ممكن تشتغليها بطريقه انك فعلا بتحلي مشكله يوميه بشكل مظبوط وبتاع وكده، وتركيب الاسم على الغرض وعلى الفانكشن ده مهم جدا، لان هما الاثنين بقوا يعني بقى الاسم عجبنا في ناحيه بس مش عجبنا بقيه البرودكتس. يعني عارفه يعني ده الشعور اللي هو ايه، انا طول ما انا بسمعك انا مبسوط، البراندنج خطير، الاسم تحفه، الباكجنج عاملاه بجد حلو، عامله ايدنتيتي مظبوطه جدا، بس دي زاويه واحده. طب احنا بالنسبه لنا واحنا النهارده بنتفرج البرودكت تمام، بس احنا برضو مش شايفين فيه ديفرنشيتور واضح، competitive advantage، لازم يبقى فيه edge، لازم يبقى فيه differentiator واضح، لازم يبقى فيه حاجه هتخليني انا هسيب كل اللي موجودين على الشيلفز وهاخد المنتج بتاعي. فده مش واضح. مش شرط ان الديفرنشيتور ده على فكره يبقى في ماتيريال، ممكن يبقى في يوزج، ممكن يبقى في باكج، ممكن يبقى في مسج. يعني ممكن دوري على ديفرنشيتور واضح في حاجه زي كده. لازم تاخدي بس بالك من حاجه على فيتامين دي عشان ابقى انا قلت كل حاجه. كله عنده مشكله مع الفيتامين. لا هي الفكره، ودي حاجه نصيحه يعني دايما لو لقيتي ان الكومبيتيتورز كل الماركت في حته هو مش واقف عندها، دونت لوك ات ات بقى، مش مهم. يعني دي اكيد هتبقى حته، مش إن يعني انا مش بقول لك ان ده في الاغلب يعني، بس لو الكومبيتيتورز كلهم مش شايفين حاجه، اكيد في يعني كانوا 50 واحد زيي وفكروا فيها بس ايه هم عدوها يعني. Hi Rana, nice to meet you. I'm sorry you're so nervous, but you've done an amazing presentation. Thank you so much. Again, like everyone else, Elism is beautiful. It's a really lovely name. I love the packaging. And I actually like the idea of serums only. So I understand your pain points في الموضوع ده, and I love that this is what you're focusing on only. My only issue is that you need to give it a bit more thought. Thought process isn't, you know, again, my biggest issue is the 8-hour serum, the vitamin D serum, which again, I have a big question mark over. I just think it needs a little bit more thought. But I hope next time I see you and we meet, that you actually have some formulas. But I do think you have a brilliant idea. You just need to put more thought into it, sure. But thank you. ازيك يا رنا، عامله ايه؟ بصي انا معاكي ان في جاب في السوق من حته السيرمز، وانا على طول بشوف ده. يعني مفيش سيرم فعلا بينفع مع شعرنا. ممكن انا وانتي شعرنا شبه بعض فعارفين البين ده. فانا فاهمه ان السيرمز دي فيها مشكله، وان الماجيك نايت سيرم ممكن انتي جربتي البرودكت ده في براند انترناشونال براند وعجبك، لقيتي منه نتيجه، والنيم حلو، وميك شور ان هو مش موجود، ولو فعلا مش موجود سجليه على طول ان هو مميز. تاني حاجه كنت عايزه اقول لك عليها قصه وانت هتعتمدي على السوشيال ميديا انك تعملي فيها الماركتنج، وان UGC انت قلتي ان انت هتجيبي مثلا 30 او 40 انفلونسرز صغيرين لسه وتديهم البرودكتس، وفي 3 ايام يتكلموا عن هتقعي على طول. ان انت هم لما يطلعوا
اولا هتلاقي كتير منهم هيقولك لا انا ما لحقتش اجرب، والحاجات دي بتاخد تايم عشان ان هم يجربوها. و لو الايديا بتاعت السيرمز دي هتبقى فيري كوستي، ان الفورميليشن دي اقرب حاجه عاملينها لوريال، وكان شويه قريب من الفورميليشن بتاع كريستاس، ومش نافع قوي مع معظم الناس. يعني انا على طول شفت منه نيجاتيف فيدباك كتير جدا. فانت عشان تفايند سيرم بالايديا اللي عندك ده هيبقى غالي، فمش هينفع ان انت تو ماركت ثرو انفلونسرز في 3 ايام، مش هيحصل كده. الاستراتيجي دي هتبقى غلط. تمام، هتحتاجي ان انت تبلان ماركتنج استراتيجي قويه جدا، والناس عندها انفلونس كبير جدا، وياخدوا وقت شهور عشان يبتدوا يلاقوا منه نتيجه. ولكن الفكره انا معاكي ان هي فكره حلوه جدا ومطلوبه، والفتره اللي فاتت كانت فيري ترندنج، والناس على طول بتدور على السيرمز. عشان كده راحوا لل 8 اور ماجيك نايت سيرم، ان هو خفيف على الشعر، وبتصحي الصبح فعلا تلاقي ان الشعر مش محطوط فيه اي حاجه، مش بيزيت الشعر. فهي فكره حلوه جدا، ولكن الانجريدينتس اللي اتعملت اوريدي في السوق ما كانتش ناجحه قوي، حتى لو انترناشونال براندز. يعني انت لو فكرتي في حاجات تانية ممكن تبقي احسن كمان من الانترناشونال براند. بس برافو عليكي. ثانك يو. احنا حقيقة بنشكرك يعني والله بجد. يعني خلي بالك، هو الهدف من القعده دي هو اكسبوجر اكتر ليكي، ان انت بتشوفي البراند بس من انذر دايمنشن، من انذر انجل. ناس تانية بتقول لك مقترحاتها، نصايحها وحاجات زي كده، واحنا يعني جوه الماركت ده. فالتبس اللي هم قالوا عليها دي هي فعلا كلها مهمه حقيقه يعني. وانت عامله بجد حاجه حلوه يتبني عليها ويكمل عليها ان شاء الله باذن الله. لازم تروحي تسجلي الاسم بجد هي على يسرا طول، بصي، ولازم تشتري الويب قالت سايت لي. بجد. يعني دي اول، يعني روحي يعني ده النهارده متفق نامي عليه اصحي كده. روحي اعملي كده. دي بجد اول حاجه لازم تعمليها، and then later on with ECC definitely work on هي يسرا لو عليها تقول لك يعني اخدك دلوقتي ونروح نسجل. بس وهم بقى هيظبطوكي في موضوع الانجريدينتس والتكنولوجيز. هنعمل كل حاجه، وهنعمل لك ان شاء الله ستوري هنبنيها مع بعض ان شاء الله. هيبهروكي اور سيرم بالموضوع مش ده. موجود حد في اللوكل، ده حقيقي، ده فهي حقيقي، الفكره ده حقيقي. حلوه يعني. ده حقيقي. ولو غيرتي انت عملتي فكرتي انت في الاكتيف بتاعتك وعملتي لها ماركتنج، لا هتختلف هتظبط اكتر طبعا. بس مش فيتامين دي عشان احنا مش يعني. شكرا يا رنا، متشكرين ميرسي، جدا. thank you so شكراً. ايه اللي دخلك في السكين؟ انا حاسس ان الاكتيف اللي انت بتحطيها تو ماتش كل برودكت. بس عيب انك ما بتتقبليش النقد. يعني لو حد قال لك حاجه على البتاع ده كانه مثلا بيغلط فيك. دكتور عايزه تفضلي؟ ميرسي. اتفضلي. ثانك يو. ميرسي. دكتور محمد، انت هتاخد البول الخطيره بتاعتنا. دي تمام. دكتور يسرا. ثانك يو. شكرا. شكرا. أنا ندى العزيزي، خريجة صيدلة الزقازيق 2017، فاوندر اوف ماجيا كير. احنا عندنا كونسبت كده مختلف شويه في البراند بتاعنا، احنا مش بس بنبيع منتج، احنا كمان بنقدم خدمه. يعني ده خلق ثقه ما بيننا وبين العملاء بتوعنا، وكمان زود الجود ريفيوز عندنا لنسبه تعدت ال 95% الحمد لله. فور اكزامبل، يعني لما عميله بتيجي تسالنا، انا عندي هالات واستخدمت برودكتس كتيره جدا مفيش حاجه جابت معايا نتيجه، الحل السهل اللي انا اقول لها السيرم بتاعنا اهو، والاكتيف اللي فيه 1 2 3. لما بنوصل معاها للسبب الحقيقي، احنا بقى ساعتها يا اما بنديها البرودكت بتاعنا، يا اما بنعمل لها ريفير لدكتور جلديه، او بنعرفها ان دي حالات وراثيه وانت ما يبقاش عندك هاي اكسبكتيشن قوي في البرودكت او اي توبيكال برودكت انت هتستخدميه. تمام. العميله دي مشيت ما اشترتش من عندنا، بس بنسبه 70 ل 90% هي بترجع لنا تاني. تمام. فدي برضو حاجه مهمه، ان احنا لازم لما نقدم منتج نبقى متاكدين ان اللي واخد البرودكت ده هو فعلا محتاجه وفعلا هيجيب معاه نتيجه. احنا في ماجيا كير عندنا 3 لاينز، عندنا الهير كير لاين والسكين كير لاين والبادي كير لاين. الهير كير لاين عندنا الشامبو والكونديشنر والهير ماسك والهير سيرم
وعندنا الهير ميست والهير بالم، عندنا بخاخ لعلاج التساقط وبخاخ لعلاج القشره وشامبو ضد القشره. السكين كير لاين عندنا غسول ومرطب للبشره الدهنيه والمختلطه، غسول ومرطب للبشره العاديه والجافه. عندنا 3 تايبس اوف سيرمز، عندنا سنتيلا هيالورونيك سيرم، وعندنا زنك نياسيناميد سيرم، وعندنا نانو فيتامين سي سيرم. عندنا ماسكارا مائيه معموله من الريدنسيل والبروكابيل، عندنا سيرم للهالات، وعندنا وايتنينج كريم. في البادي كير عندنا سنس مختلفه من البادي سكرابس، وسنس مختلفه برضو من البادي باترز، عندنا سنس مختلفه من البادي ميست، وعندنا سوليد بيرفيوم، وعندنا ماسك الديتوكس ده يمشي مع السكين كير ويمشي مع البادي كير. ده اسمه احياء هير كريم اللي مع دكتور هايدي. الكريم ده احنا ما بعناهوش، الكريم ده اللي باع نفسه. الكريم ده احنا بنعمله بقالنا 3 سنين، بس لسه عاملينه الباكجينج ده تقريبا من شهر ونص او من شهرين. كل المواد بقى اللي فيه بتستهدف الفايبرز بتاعه الشعرايه من جوه، للناس اللي عامله صبغه، عامله فرد، عامله هيت، او شعرها وصل لدرجه صعبه جدا من حاطين الجفاف. فيه فايبر هاندز، حاطين فيه فايبر هاندز باعلى كونسنتريشن. ده بقى الهير بالم عكس احياء هير كريم خالص. بيموت ده بقى اول الشعراية. برودكت احنا عاملينه، ده اول برودكت خالص احنا عملناه، ده بيست سيلر عندنا لغايه دلوقتي. الهير بالم بقى لشعر الناس اللي بياخد الترطيب بسرعه ويفقده بسرعه، فهم بيبقوا عاوزين حاجه تقيله تفضل على الشعرايه وقت طويل. الهير بالم بتاعتنا كلها باترز واويلز. اللي شعرها بقى فيه دامج او كده بتحط احياء هير كريم الاول، وبعدين بتكوت عليه بطبقه من الهير بالم. اوكي. ده هير ماسك، احنا لسه مش عملنا اللونشنج بتاعه. ده هير ماسك من نفس اللاين، هيبقى برضو ترميم للشعر، وهيبقى فيه فايبر هاندز. احنا عندنا في الماركت المصري في جاب واسعه جدا في الكلاي ماسكس اللي موجوده في الماركت، يمكن براند او براندين اللي عاملين الكلاي ماسك. احنا عملناه بس بطريقه مختلفه شويه. احنا مش بس حاطين فيه 4 انواع من الطمن، احنا كمان حاطين فيه ساليسيليك اسيد، وحاطين فيه اكتيف شاركول، وحاطين فيه مواد بتلطف من البشره زي الالانتوين والبنسينول، والزيوت اللي محطوطه فيه حتى خفيفه، الارجان اويل بس في والجرافسيد اويل. كتير يعني، في اكتر من كده بكتير. في ايه؟ براندات كتير عاملاه على كلي يعني قصدي. هو كلاي ماسك، بس ده ديتوكس، وكمان فيه حبيبات مقشره صغيره. يعني انا بعمل كمان فيزيكال اكسفوليشن، تمام؟ يعني هو مش بس كلاي ماسك، يعني هو في كذا كذا بيعمل كذا حاجه. تمام. ده كده الكلاي ماسك. عندنا بقى السنتيلا سيرم. احنا عندنا في الماركت المصري معظم البراندات عامله سيكا كريم، مفيش سيكا سيرم برضو كتير عندنا. وحتى لما لقيت في الماركت المصري سنتيلا سيرم، برضو الاكتيفز اللي فيه ما كانتش زي البرودكتس الكوري. فاحنا لما عملنا السنتيلا سيرم، احنا مش بس حطينا فيه سنتيلا، احنا حطينا فيه هيالورونيك اسيد، حطينا فيه 3 تايبس اوف سيرامايدز، حطينا فيه بقى انالوج لكل الناتشورال مويسترايزنج فاكتورز الموجوده في السكين، علشان نقلل من الووتر لوس، وعلشان نريبير الدمج بتاع السكين بارير. الكلينسنج بالم، احنا عندنا مشكله برضو في الكلينسنج بالمز المصريه، مش بتبقى واشابل بالشكل الكافي. يعني في ناس بتقول انا ليه اشتري كلينسنج بالم لما هي ما بتتغسلش، طب انا هستخدم اويلز. فاحنا محتاجين فورمولا تكون واشابل اكتر. تمام. استخدمنا فيها برضو زيوت خفيفه جدا، استخدمنا فيها الارجان اويل والجوجوبا اويل والسي سي تي فري فراجرانس اللي فيها جيرانيوم اويل وليمون جراس اويل، علشان برضو بيساعد برضو في الحبوب اللي موجوده في البشره. دي بقى الليب بالم. الليب بالم عندنا عليها هايب جامده جدا، لانها اول ليب بالم بالهيالورونيك اسيد والسيرامايد والالفا ار بي تي. الناس بدات تستغربنا في الاول، انتوا ازاي دخلتوا المواد المائيه دي جوه فورمولا زيتيه؟ احنا دخلناها بتكنيك معين، ما احتاجناش كميه ميه كبيره، بس احنا دخلناها جوه الليب بالم. انا كده خلصت. احنا موجودين دلوقتي اونلاين بس. البرايسنج، احنا لما بنيجي نسعر منتج ما بركزش قوي ان انا لازم انافس منتج مصري في نفس الفئه السعريه. انا لو عملت كده انا هبقى بوقع الفاليو بتاعتي. انا بسعر على اساس الاكتيفز اللي انا حطاها في الفورمولا بتاعتي، فانا ضد اللي انا وانا بسعر اسعر زي الماركت. انا هحط الفورمولا بتاعتي وهسعرها زي يعني على حسب بقى الاكتيفز اللي انا حطاها. بس انا محتاجه منكم ايه؟ انا محتاجه منكم كل حاجه ناقصاني. يعني ايه بقى انت قلتي عايزه مننا ايه بقى؟ عاوزه منكم انتوا شايفيني محتاجه ايه وانا هبقى عاوزه. لا احنا لسه بقى احنا عندنا سيشن، عندنا 17 سؤال هنساله لك. طيب تمام، اتفضلوا. ازيك يا ندى؟ الحمد لله. شكرا على البرزنتيشن.
انا اول كومنت عندي، انا حاسس ان الاكتيف اللي انت بتحطيها تو ماتش في كل برودكت، يعني على الرغم ان في حاجات كتيره بتقوم بنفس الدور، فمش عارف ايه هي الاكتيفز كلها بتكمل بعض، هي مش كتيره، واحنا لا برضو يعني من في ضمن حاجات فيها 15 مثلا، وفي 15 إيه؟ اكتيف. يعني 15 15 ماده فعاله مثلا في احياء مثلا مثلا. مع احياء احنا بنتارجت اصلاح الشعرايه، فاحنا بنحط كل الاكتيفز اللي ينفع تصلح الفايبرز بتاعت الشعرايه. بس هي مش بكترها. بس هي مش ده too بكترها much. فعلا، بس هي كلها مواد مهمه للشعرايه، يعني انا مش حاطه حاجه مش مهمه. بتقللي من قيمه الاكتيفز التانية، يعني انت تحطي ده كله ده فانت كده ما اديتيش قيمه الستار. يعني انت لازم مثلا اويل معين لازم هو اللي يبقى الستار تلمعيه، انت ما بتحطيه جنبه 6 تانيين انت خلاص فقدتي قيمه كله. فاهمين؟ يعني بقى كله، يعني انا من كتر يعني عارفه بتزودي قيمه البرودكت بانك عماله تزودي اويلز فانك انت ممكن ب3 4 حاجات يبقوا هما الستار. يعني انت لو عايزه تعملي كوميونيكيشن وماركتنج مع حد، يكفي اكتيف واحده والنتيجه تكون يعني النتيجه نفس النتيجه اللي انت بتطلعيها، ده يكفي جدا. فانت بتسهلي البيع وخلاص، هو انا ليا نتيجه تمام. ككونسيومر وهيديكي نفس الريفيو بس اللي احنا عملنا ده، احنا عملنا أنا البرودكت السامبل، بنوزع منه الاول سامبلز وناخد الفيدباك بتاع الناس، ده حلو، وبعدين بنديهم سامبلز من نفس البرودكت اكنه هو نفسه بالظبط، لا النتيجه اتغيرت. خلي بالك يا دكتوره، هي الهدف من ما النقطه دي انا يمكن هنا بوضح لكم ايه كل الاكتيفز، بس احنا برضو لما بنيجي الاكسبوجر مهم، انك تسمعي اراء تانية حواليكي، لان انت عارفه دايما الواحد هو جوه الموضوع غير ما بيبقى شايف بالظبط ناس تانية حواليه، بيبقى ممكن يبقى الاكسبوجر بتاعهم اكتر. انا يهمني ان الملمس بتاع البرودكت بتاعي يبقى كويس، الافتر فيل بتاعه يبقى التكستشر، كل الحاجات دي. لكن انا عايز اقول والريزلت اهم حاجه بالظبط كده. فانت عشان كده احنا بنقول ما تفتتيش الرساله، لان انا ككونسيومر انت بقى رايحه لسيجمنت معينه في العملاء. طب انا النهارده انا عايز اكبر، فانا محتاج اكبر السيجمنت دي اكتر. احنا بقى النهارده بنقول ايه؟ طب ما كل الماركت ليدرز اللي هو مثلا ممكن يكون بيبيع ال 800 اوردر بيبيعهم في اليوم، هو ماشي بالاستراتيجي دي، فاحنا بنقول لك عليه. هي ممكن زي ما الدكتور بيقول، انا ممكن دي وجهه نظري، ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط، بس احنا شايفين زاويه ثانيه خالص، فواجب علينا ان احنا نقول لك لان ما شاء الله انت عامله حاجه حلوه فعلا. فاحنا يعني احنا كلنا بننصحك بقلب يعني تمام. الديزاين عندك في رايي انا، انت محتاجه ان انت تطوري فعلا الديزاينز عندك، لان انت بتقدمي ما انا بقول ان انا ده كله ديبند اون ماي سيلف. يعني اهم حاجه ودي تبقى حريصه عليها دايما، ان الناس لما تشوف البرودكت بتاعك، البرودكت رينج بتاعك كده، انا خلاص عارف ان ده هو ده البراند بتاعك خلاص. تمام. فده مهم جدا جدا ان يبقى في ايدنتيتي للبراند. انا عاجبني هي حاجات مش باينه، بس انا حاسس ان هي كانها زي ستوري تيلينج او حاجه في الفيديوز ده، ان انت بتشرحي للناس انت بتعملي ايه وده كويس، وواضح انك عندك كوميونتي او عامله كوميونتي، وعشان كده انت خايفه تاخدي قرار لا ده انا لو غيرت الطريقه اللي انا شغاله بيها. بس دايما انا بحب الفورميليشن. انا لو حد قال لي تعالي اشتغلي السالري بتاعك 1,000,000 جنيه في الشهر ولا تفضلي شغاله هقول لهم لا، انا هو بحب على فكره واضح، بس دي ميزه وعيب. ميزه ان انت يو هاف ذا باشن فعلا، بس عيب انك ما بتتقبليش النقد. يعني لو حد قال لك حاجه على البتاع ده كانه مثلا بيغلط فيك. لا بالعكس افصلي خالص. انا بحاول بس يعني حضراتكم بتقولوا وجهه نظركم وانا بحاول برضو ابرر وجهه نظري او ليه انا عملت كده. على حاجه بتقول له بالعكس. لكن انا كويس ان انت واثقه في نفسك وعارفه ان على فكره برافو والله، واحنا ما بننتقدش البرودكت. اه والله احنا بنتكلم. وعلى فكره لو انتقدنا البرودكت مش بننتقد يعني افصلي. انا فاهمه لان هو حقيقه فعلا يعني هو دايما البني ادم بيتطور وبيتعلم لما بيبقى اكسبوزد اكتر، شاف اكتر. فانت الصعب عندك بقى نتقبل حد ينتقدنا عينينا الاثنين، لان حقيقه واحنا بنقول هو والله ما نقد، هو على قد ما هو يعني هو في نقد بناء، يعني الهدف منه اكتر ان احنا انت فعلا كاليبر، يعني عندك فرصه انك فعلا تكبري جدا جدا. تمام، وربنا يوفقك والله بجد تسلم ايديك. وانا عاجبني كمان الستوري تيلينج جدا والله. شكرا. اتفضلي. عامله ايه؟ الحمد لله. اول حاجه you should be very very proud of yourself for انت وصلتي فين والبراند that you created, and I'm very proud of you. I think I can see the passion how you're trying to evolve the brand and grow the brand. And I love the solid perfume. انت اتكلمتي عليها كده في دقيقتين. عندنا solid perfume بس حلوه قوي، كانت فكره حلوه. عندنا بربري هير اسمها هوت لاف، وعندنا خمره، وعندنا لافلي جيرل دي احنا عاملين ميكس ما بين لافي بيل واولمبيا، وعندنا مسك رمان.
ليه ما فكرتيش تركزي بس على الهير والبودي؟ ايه اللي دخلك في السكين؟ احنا اول ما بدأنا بمنتج فلقينا من كل حاجه بس، برودكت. وبدينا بقى نكون باقي الروتين. البورتفوليو بتاعك هيبقى حلو قوي لو كان سكين بمعنى البودي والهير، عشان قصه الاويلز لو انت هتدخلي فيها الحته دي وتبقى اديتي ايدنتيتي للبراند ان هو للشعر وللبودي، بحيث ان الاويلز دي اكتر يعني اماكن بتستخدم هي الجسم والشعر. فانا شايفه ابعدي عن السكين كفيس سيرمز. يعني انا من اللي انا شفته في مثلا حاجات واكس للشعر عشان الستايلينج، ممكن تديله ايدج وتعرفي تبيعيه، بس الاكتر لما تقولي مثلا الهير ماسك ده فيه فايبر هاندز، الهير سبراي، الهير سيرم، هتبيعي اكتر. ده تمام. نصيحه مني ليكي بس. ان شاء الله. برافو عليكي. بس يعني هايل يعني والله فيري طبعاً. امبرسيف بجد، عامله طبعا حاجه لوحدك طبعا. بوتنشال جداً. خطيره بصراحه. بس انتي- تاني انت هيبقى عندك مشكله، لان انت في مرحله السكيلابيلتي. يعني انت خلاص انت في المحطه رقم 3 وعايزه تروحي مثلا محطه رقم 6، ففي بعض حاجات كتيره جدا جدا. في حاجات على فكره تتعامل معاكي بكره الصبح تفرق معاكي بكره على طول، تمام. بس في بعض الحاجات اللي هي بقى ليها علاقه اكتر بالدايركشن. يعني مثلا انت حتى لو مثلا بتقولي ديزاينر، لو حد هو بيعمل وهي از نوت بروفيشنال، بس الدايركشن بتاعك تمام. انت بتفكري انا البراند ده عايز شكله يبقى عامل ازاي، وده مهم جدا، وان هو يبقى ماشي مع الروتين. يعني على فكره انا فاهم الطريقه اللي انت بتبيعي بيها او اللي انتوا بتقدموا بيها البرودكتس بتاعتكم، ان هي روتين. يعني انا مش مجرد ان انا بطلب اقول لك انا عايز احياء، لا انت بتديني مجموعه بقول لك ده الروتين اللي بتعمل. عشان كده انا حتى قلت لك انا عاجبني الطريقه وكل حاجه، بس فكره السكيلابيلتي اللي انت بقى بتعمليها، يا هنكبر الموضوع ده بس هنعمله بطريقه مور بروفيشنال بشكل اظرف واحلى كتير، ان شاء الله. يا اما ان احنا نبدا ننزل برودكتس ثانيه سكاترد كده بس لا. تقدر برضو تبيع ايه. تمام. لا لا هنركز على اللي موجود دلوقتي قبل ما 100%. على فكره هي دايركشن. يعني انا قصدي ما فيش حاجه صح وما فيش حاجه غلط، لكن زي ما بقول لك انت النهارده ما شاء الله عامله حاجه حلوه جدا جدا، وعايزين بقى نروح من المرحله رقم 3 للمرحله رقم 6 ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. كل التوفيق ليك يا دكتوره، اتشرفنا ميرسي. بيكي والله، فيري Thank you. امبرسيف والله. شكراً. والله فيري شكرا.